بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة التحضير لمباراة التعليم مع الأستاذ أمين صدقي. في هذه الحلقة إن شاء الله لنا موعد مع موضوع مهم جدا، حيث سنتحدث عن الصعوبات القرائية وكيفية علاجها، وهذا من بين أبرز وأهم الأسئلة وأكثرها التي تطرح غالبا في مباراة التعليم. فالصعوبات القرائية يمكننا أن نقسمها إلى نوعين حسب ارتباطها بصعوبات التعلم. فهناك صعوبات القراءة الشائعة غير المرتبطة بصعوبات التعلم، وهناك صعوبات القراءة الشائعة المرتبطة بصعوبات التعلم. فبداية بصعوبات القراءة غير المرتبطة بصعوبات التعلم، وتأتي قلة المخزون اللغوي وقلة المفردات في مقدمة هذه الصعوبات، إذ يفتقر المتعلم إلى المفردات التي تناسب مستواه العمري والصفي، فيشعر أنه غير قادر على فهم واستيعاب المادة المقروءة، ويلجأ إلى استخدام اللهجة العامية عوضا عن الفصيحة للتعبير عن نفسه ومتطلباته، سواء شفهيا أو تحريريا. وكذلك تميل درجات هذا المتعلم إلى الضعف الشديد في اختبارات التعبير والإملاء. أما بالنسبة لصعوبات القراءة المرتبطة بصعوبات التعلم، فنجد مثلا عكس الحروف والكلمات، صعوبة التذكر، الكتابة بخط غير مرتب، صعوبة تدوين الأفكار، هناك أيضا مشكلة فرط النشاط وتشتت الانتباه، إلى غير ذلك من الصعوبات الكثيرة. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله سأشارك معكم مجموعة من الأمثلة للصعوبات القرائية الشائعة وكيفية علاجها. وبداية مع الصعوبات القرائية في السلك الأول، وهنا نتحدث عن المستوى الأول والثاني ابتدائي. فنجد مثلا الخلط بين الحروف، وذلك بسبب تشابه الكثير من الحروف في الرسم الخطي. فمثلا حرف الباء والتاء والثاء، حرف الجيم والخاء والحاء، حرف الدال والذال، حرف القاف والفاء، إلى غير ذلك، أو تقاربها في مخارجها يعني في نطقها، وتعدد أيضا أشكال وصور بعض الحروف، حيث نجد مثلا لكل حرف صورة خاصة في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، إلى غير ذلك. وكعلاج لهذه الصعوبة، تعريف التلاميذ بصورة الحروف وتدريبهم على النطق بها مع الحركات، استعمال بطاقات مع تلوين الحروف المقصودة بلون مميز ثم تعرض على التلاميذ لقراءتها، إلى غير ذلك. أما بالنسبة للصعوبات القرائية في السلك المتوسط، وهنا نتحدث عن المستوى الثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي، فأول صعوبة سنتحدث عنها هي البطء في القراءة، وهنا نتحدث عن تهجي الكلمات وتقطيع المقروء وعدم القراءة بالإيقاع المناسب. وكعلاج عن هذه الصعوبة، قراءة المحاكاة، حيث يستمع المتعلم لقراءة جملة أو فقرة من طرف المدرس أو من طرف متعلم، ثم يحاكي ذلك التلميذ المتعثر ما سمعه. أو مثلا يمكننا اعتماد طريقة التسجيل، وهي تسجيل النص القرائي بصوت المدرس وتوزيع الأشرطة على التلاميذ المتعثرين لمحاكاتها في البيت. يمكن مثلا استخدام لوحات المنافسة بين التلاميذ، مثل لوحة الأبطال، كبطل القراءة هو، بطل الإملاء هو، إلى غير ذلك. الصعوبة الثانية هي الافتقار لجمالية الأداء، من خلال مثلا عدم احترام علامات الترقيم، عدم قراءة أواخر الكلمات حسب ما يتطلبه الوقف، عدم تلوين الصوت وفق ما تقتضيه الأساليب المتنوعة، مثل مثلا أسلوب التعجب، أسلوب الاستفهام، إلى غير ذلك. وكعلاج لهذه الصعوبة، تدريب المتعلمين على تمثل المعنى من خلال المحاكاة للأساليب المتنوعة، استغلال بعض النصوص القرائية لتمثيل المعنى من خلال تقمص الشخصيات، وهنا نتحدث عن مسرحة النصوص السردية، إلى غير ذلك. الصعوبة الثالثة هي الإخفاق في تعريف
معاني الكلمات. وكعلاج لهذه الصعوبة استخدام القاموس للبحث عن المفردات والكلمات التي يصعب على التلاميذ فهمها والتعرف على مرادفاتها. مطالبة المتعلمين بإنجاز قائمة للكلمات المترادفة إلى غير ذلك. أما بالنسبة للصعوبة الرابعة في هذه الحلقة هي عدم القدرة على الإجابة على أسئلة الفهم والخروج بأفكار خاطئة عن المقروء. وكعلاج لهذه الصعوبة اعتماد مثلا بطاقات التنفيذ، حيث يكتب في كل بطاقة عبارة تتضمن طلبا معينا، وتوزع البطاقات على التلاميذ ذوي الصعوبة، وينفذ كل واحد ما كتب على بطاقته. أو مثلا قراءة فقرة من النص وطرح أسئلة حولها قبل الانتقال للفقرة الموالية إلى غير ذلك. أما بالنسبة للصعوبة الخامسة والأخيرة فهي عدم القدرة على تحديد هيكلة النص وأفكاره. وكعلاج لهذه الصعوبة تدريب التلاميذ على اقتراح عناوين أخرى للنصوص، مثلا تدريب التلاميذ على تلخيص النص في فقرة، أو تلخيص الفقرة في جملة، أو تلخيص جملة في كلمة إلى غير ذلك. وكمثال عن ذلك مثلا تعطيهم جملة تقدم الطفل والدموع في عينيه، ويلخصها في كلمة حزين، أي أن الطفل هنا حزين. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أرجو أن تكونوا قد وجدتم بعض الاستفادة في هذا الفيديو، وأضرب لكم موعدا مع حلقات قادمة من سلسلة التحضير لمباراة التعليم. إذا إلى حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.